صباح الفل. تخيل ان انت عندك جنينة، والجنينة دي انت مش مصورها ومش حاطط حواليها سور، وكاتب يافطة صغيرة كده: من فضلك ممنوع المرور من الجنينة دي. تفتكر نسبة الناس اللي ممكن تحترم اللي انت قايله وما تعديش من الجنينة دي من باب الاستمتاع، من باب ما فيش سور، من باب اي حاجة؟ تقريبا نسبة الناس اللي هتحترم اليافطة دي بس يمكن اقل من 10%، من 5 ل10%، لان هو بالنسبة لهم مفيش حدود واضحة وصريحة بتمنع دخولهم الجنينة دي او المرور منها. مفيش سور، مفيش حاجة واضحة غير اليافطة دي. مش كل الناس هتحترم بس الجملة دي، مش اكتر. طيب انا ليه بضرب المثال ده؟ كتير من الحالات بيجي يقولي انا دايما بأتراكت الناس الابيوزر، انا كل اللي اعرفهم ناس مؤذية، وكل علاقاتي دايما بخبط في حيطة ومفيش حد كويس بيقابلني. من غير ما ناخد بالنا في حاجة، هو انا بأتراكت الناس الابيوزر، ولا انا عدم وضوح حدودي ليا وللي قدامي بيطلع من اللي قدامي لما يكون مستعد وجاهز ان هو يابيوز، ان هو يخترق الحدود، ان هو ما يحترمش مساحتي وما يحترمش الحاجات اللي بتضايقني. انا اللي بدوس على الزرار، انا اللي مش حاطه سور واضح يخلي الناس تحترم حدودي وتحترم الحاجات اللي بتضايقني، انها ما تستغلنيش لا ماديا ولا نفسيا ولا اجتماعيا، ولا انها تستغل مشاعري، لان انا ابحتها، انا خليتها مباحه وعادي. العطاء، الحب، بدي كل حاجة من غير ما ابقى واضح ايه اللي بيجي على قيمتي، ايه اللي بيجي عليا، ايه اللي يدي مساحة غلط للي قدامي، اللي يدي مفهوم غلط للي قدامي. لان انا ببقى معتمد انه المفروض ان انت كويس، وان انت عندك قيم تمنعك. مش كل الناس بتحترم اللوحة بس. اوقات كتير ونسبة كتيرة من الناس محتاجة حدود واضحة عشان تعرف اخرها، تعرف هي امتى تأذي وامتى ما تأذيش. لكن لو انا معتمد بس في ان اللي قدامي عنده قيم وعنده مبادئ، فانا هشيل كل الحدود وانت بقى هعتمد على ضميرك. طب انا ليه ما كانش عندي ضمير واضح تجاه نفسي وقيم واضحة تجاه نفسي تخلي الانسان اللي قدامي يعرف اخره؟ انا ما كنتش واضح مع نفسي. ما ينفعش اعتمد في الحفاظ على نفسي على الاخر، ان انا بقول هو هيخلي باله. هو انا ما خليتش بالي، هو هيخلي باله ليه؟ ليه معتمد عليه؟ فيا جماعه، حته انه انا باتراكت الناس الابيوزر، لا، انت النمط بتاعك بنسبه كبيره بيطلع الشيء اللي فيه اذى من عند الاخر، لانه انا اعتمدت بس على اخلاق الاخر، على ضمير الاخر، ما اعتمدتش كمان على قيمي انا في الحفاظ على نفسي، ولا حدودي انا، ولا اقبل ايه وما اقبلش ايه، ولا اعز نفسي ازاي وما اعزش نفسي ازاي. احنا مش بنأتراكت الناس الابيوزر، احنا بنطلع من اللي قدامنا اسوأ ما فيه بعدم وضوح قيمنا وعدم وضوح حدودنا دايما، وان احنا بنكرر نفس الاخطاء ومش بنتعلم منها. خلي بالك من النمط اللي في دماغك، ومش انت بتنادي عليهم، انت ممكن تكون بتطلع منهم، وهو ممكن يكون مع غيرك حد احسن بكتير. طب ليه الحلو بيطلع مع حد غيرك؟ مش يمكن عشان احنا اللي طريقتنا مش صح؟ فكروا. اشوفكم على خير.